فيلمنا بيبدأ مع شهيدة وهي بنت باكستانية عندها 6 سنين فاقدة القدرة على الكلام بدون سبب، وبيكون والدتها ووالدها رؤوف بيحبوها جدا وبيهتموا بيها. وفي يوم بتكون شهيدة بتلعب جنب بيتها لحد ما العجلة بتاعتها بتتخلع منها وبتقع من على حرف الجبل اللي هم عايشين عليه، وبتقع شهيدة هي كمان وبتفضل متعلقة من غير ما تطلع صوت لحد ما أهلها والقرية كلهم بيبدأوا يدوروا عليها وبيلاقوها. وتاني يوم بيجتمعوا مع شيخ القرية وبينصحهم إنهم يروحوا مقام الوالي بمدينة دلهي في الهند، وده لأن ديانتهم هي الإسلام. وبيقولوا إن شهيدة إن شاء الله هتقدر تتكلم، ولكن بسبب مشاكل سياسية قديمة بين الهند وباكستان بيبقى مستحيل رؤوف يقدر يدخل الهند. وبتعرض الأم إنها هي اللي هتوديها بأي تمن، وبيبيع رؤوف كل الغنم بتاعه وبيديها تمنهم عشان تتحرك على الهند. وبيوصلوا الهند بسلام، وبتروح أم شهيدة للمسجد وبتفضل تدعي بعلاج بنتها، وبترجع تاني لباكستان. ولكن في طريق عودتها بيقف القطر قبل دخول الحدود بسبب وجود إصلاحات، وبيبقى الكل نام في القطر. وبتصحى شهيدة على صوت معزة صغيرة وقعت في حفرة جنب القطر، فبتنزل عشان تطلع المعزة من الحفرة وبتفضل تلعب معاها لحد ما القطر بيتحرك، وبتقوم تجري وراه وبتشاور لمامتها وما بتعرفش تنادي عليها لأنها ما بتتكلمش، وبتكون والدتها نايمة ومش شايفاها. وبيدخل الأرض الباكستان وبتشوف شهيدة قطر قدامها فبتركب فيه على أمل إنها تمشي ورا القطر اللي فيه أمها، لكنه بيتحرك في الاتجاه المعاكس وبيبعد أكتر عن باكستان. وبتصحى الأم من النوم وما بتلاقيش بنتها جنبها، وبتفضل تصرخ لحد ما بتشد السلسلة اللي بتوقف القطر وبتنزل تدور على بنتها. لكن الضابط بيمنعها من دخول الهند تاني لأن القطر عدى الحدود خلاص ولازم لها تأشيرة دخول وإجراءات جديدة. وبتعرف الأم إنها مستحيل تدخل الهند تاني من غير تأشيرة، وبتفضل تعيط وتصرخ لحد ما رؤوف بيجيلها وبيقولها إن أكيد في حد هيلاقيها وهيهتم بيها. وبتصحى شهيدة على صوت احتفالات خاصة والناس كلها بتكون بترقص حواليها، وبتفضل واقفة بتبص على واحد بيشرب فبياخد باله منها وبيعزم عليها تشرب، فبتشرب الكوبايه كلها وبيفهم انها عطشانه وجعانه فبيطلب لها اكل وبتفضل تاكل قدامه. وبيحاول انه يعرف اسمها او اي حاجه عنها، وبيعرف انها مش بتقدر تتكلم فبيخليها تاكل وبيسيبها وبيمشي، لكنها بتفضل ماشيه وراه فبيفتكرها عايزه فلوس وبترفض تاخد منه فلوس، فبيوديها عند مكان ابته وبيقولها تفضل قاعده جنبه لان اكيد اهلها بيدوروا عليها. ولانها مسلمه ما بتكونش فاهمه هي قاعده فين ولا ايه مكان العباده اللي جنبها، وبترفض تسيبه لحد ما بياخدها يوديها اسم الشرطه عشان يسلمها هناك. وبيرفض الضابط انه ياخدها وبيقول ان ده اسم شرطه مليان مجرمين ومستحيل الطفله تفضل وسطهم، لكن الصح انه ياخد كل معلوماته هو، ولو حد سأل عنها ساعتها يتصل بيه. وبيفهم انه بقى المسؤول عن الطفله وانها تعيش معاه لحد ما اهلها يجوا يسالوا عنها، فبياخدها لبيته ولاهله. وفي خلال طريقهم بيقول لشهيده انه هيقول لها كل المدن والمدينه اللي هي منها ترفع ايدها ليه وهيفهم هو ساعتها. وبيبدا يقول لها كل المدن في الهند وما بيكونش فيه امل لحد ما كل الاتوبيس اللي راكب فيه بيحاولوا يساعدوها، وبيقول المدن اللي فاكرينها. وبيعرفوا الركاب ان الراجل ده من مدينه بعيده جدا في الهند، فواحد بيساله عن سبب انه جه دلهي فبيقول لهم بما ان الطريق طويل قدامه فهو هيحكي لهم قصته من اولها. وبيحكي لهم ان اسمه بوان وان والده مدير مكتب البريد اللي في المدينه، وكان دايما بيحاول يعلمه ويثقفه لكنه كان فاشل في الدراسه فحاول معاه في الرياضه والمصارعه، لكن بوان ما نجحش فيها برضه، وكان كل ما يكبر كان كل ما يفشل اكتر في الدراسه المجبر عليها لدرجه انه سقط في الصف العاشر 20 مره وما كانش بيقدر يرش ولا يكذب لانه متدين جدا. واخيرا نجح وجري يفرح والده بخبر نجاحه، بس والده من شدة فرحته قلبه وقف ومات. وقرر انه ينفذ امنية والده الاخيرة وهي انه يروح دلهي ويقابل ديان دي صديق والده عشان يشغله اي شغلانة في دلهي. وركب الاتوبيس بتاع دلهي وما دفع الاجرة كان فاضل لواحدة من الركاب فلوس معاه، لكن ما كانش معاه فكة فقالت له انه ياخد الفلوس كلها، بس رفض ياخد حاجة مش حقه وفضل ماشي وراها عشان يدوروا على فكة لحد ما فلتت منه واختفت من قدامه لانها افتكرته بيعكسها. وكمل بوان طريقه لبيت ديان دي صديق والده، وبتطلع الراكبة هي بنت دياند نفسه واسمها راسيكا، وبيتعزم على الاكل. وبيكون دياند متعصب جدا لديانته واللي بتحرم اكل اللحم والفراخ تماما ويعتبر عندهم من الكبائر، وبيكون ده سبب كره دياند لاي ديانه بتبيح اكل اللحم والفراخ. وبيعيش باون معاهم في نفس البيت على السطح، وبيبدا انه يعجب براسيكا وبيروح معاها المدرسه اللي شغاله فيها. وبتشوف راسيكا ان باون شخص طيب جدا بيساعد اي حد وما بيكدبش وما بيرشش اطلاقا ومتدين، وبتعجب به هي كمان. وفي يوم بيجي لهم ضيوف عشان يتقدموا لخطبه راسيكا، لكن راسيكا بتكون حبة بوان اصلا وبتطلب من والدها انه يوافق على خطبتهم، وبيقولها والدها انه عارف ان بوان شخص كويس لكن لازم يستحقها الاول، فبيطلب دياند انه يقدر يشتري بيت خلال 6 شهور وساعتها هيوافق على الجوازه. وبيكمل للركاب ويقول لهم انه كان في احتفال في دلهي عشان يدعي ربه وفي طريقه حاليا للرجوع لبيت دياند، وفي خلال شهور هيقدر انه يشتري بيت.
وده سبب وجوده في دلهي. وبيوصل بوان مدينته وبيروح بيت ديانند ومع شهيدة، وبتكون عيلة ديانند بتحب لعبة الكريكت جدا ومتابعة مبارياتها. وبيعترض ديانند على وجود شهيدة في بيته لأنه مش متأكد من ديانتها، وبينصح بوان إنه يهتم بنفسه الأول ويبطل يساعد غيره، لأن هو اللي محتاج مساعدة دلوقتي عشان يلاقي شغل محترم ويشتري بيت. ولكن بوان بيبقى مجبر على الاهتمام بشهيدة، واللي بيسميها باسم موني لأنه مش عارف اسمها الحقيقي. وفي يوم بتختفي موني من البيت تماما، وبيفضل كل البيت يدور عليها لحد ما بتشوفها راسكا وهي قاعدة في بيت جيرانهم المسلمين وبتاكل فراخ. فبيترعب بوان من اللي بيشوفه وبيحاول إنه يبعدها من عندهم، وبيروحوا أي محل فراخ وبيسيبوها قاعدة لوحدها على ترابيزة عشان محدش يشوفهم جنبها وهي بتاكل فراخ. وبتفضل تعيط وهي شايفة أم بتأكل بنتها وهي لوحدها. وبتروح راسكا جنبها وبتحاول تهون عليها، وبتلاقي إن الناس كلها بقت بترقص حواليه. وتاني يوم بياخدها للسوق، وبيعدي بوان على مكان عبادته وبيخلي موني تقعد تصلي جنبه لحد ما موني بتشوف مسجد في ظهرها وبتفضل بص عليه، وبتقوم من جنب بوان من غير ما ياخد باله وبتتحرك على المسجد وعلى المقام اللي جوه، وبتلبس الشال على راسها وبتدعي ربنا. وبيجري بوان وراها وبيشوفها قدامه بتدعي، وبيعرف انها مسلمه، وبيطلع وهو خايف من رد فعل ديانند لما يعرف. وبيقابل راسكا وبيقول لها انه خايف من والدها لان موني خانت ديانتهم. فبتقول له راسكا ان سنها 6 سنين بس ومن غير اهلها وما ينفعش يتقال عليها خاينه، وبتفهمه انها حبته عشان قلبه طيب وان مفيش اي اختلاف ما بين الديانات والطوائف. وبيدخلوا كلهم المقام عشان يدوروا على موني، وبتجري موني ناحيه بوان وبتحضنه لانها خافت ما تشوفوش تاني. وبيندم بوان انه قال عليها خاينه وانه فكر تفكير غلط، وبياخدوها وبيرجعوا تاني للبيت. وبيكون في مباراه كراكيت في التلفزيون الكل بيتفرج عليها بين الهند وباكستان، وبيكون البيت كله مبسوط ان الهند كسبانه ما عدا موني الوحيده اللي بتكون متضايقه ورافضه تسقف وتفرح معاهم لحد ما بتبدا باكستان انها تكسب. والكل بيحزن وبيتنكد ما عدا موني، بتقف قدام التلفزيون وبتفضل ترقص. واول ما علم باكستان بيظهر في التلفزيون بتروح تبوس الشاشه. وبيفهم كل البيت ان موني من باكستان مش من الهند، ولان ديانند بيكره باكستان بسبب الحروب القديمه اللي بينهم بيقرر ان موني ما ينفعش تعيش في بيته. وبيأمر بوان انه يروح بيها تاني يوم لسفاره باكستان ويسلمها هناك ويرجع من غيرها، والا مش هيدخل البيت بيها. وفعلا بيروح السفاره وبيكون في مظاهرات كتير قدامها، وبيدخل بوان السفاره بالعافيه وبيبلغ الموظف انه عايز يسلم موني ليهم لانها باكستانيه. لكن الموظف بيرفض انه يستلمها لان مفيش اي اوراق شخصيه معاها تثبت شخصيتها ولا معاها جواز سفر عشان يبدا في اجراءات تاشيره الدخول الخاصه بيها. وبيأمر الامن انهم يطردوا بوان بره مكان السفاره، وساعتها المتظاهرين بيزيد عددهم اكتر وبيهجموا على السفاره وبيحاولوا يقتحموها. وبيضطر بوان انه يحمي موني من الضرب، وبياخد هو كل الضرب على ظهره لحد ما بيقدر انه ياخدها ويهرب بره بعيد عن السفاره. وبيرجع بيها لبيته تاني عشان يسال ديانند المفروض يعمل ايه بعد ما السفاره قفلت اي اجراءات وتاشيرات لمده شهر. وبيقولوا ديانند ان في مكتب سفريات قريب يروحوا وممكن هم يتصرفوا، لكن موظف المكتب بيقولوا ان اي حد بيجيله بيكون عايز يسافر اي بلد اجنبيه. هو اول مره واحد يطلب منه السفر لباكستان ودي حاجه بعيده عن امكانياته، لكن نبره الموظف بتتغير وبيقولوا انه عنده طريقه ممكن يخلي البنت تسافر بيها، لكن هيحتاج منه 150,000 عشان اجراءات السفر بتاعتها. وبيرجع بوان بيته عشان يعد كل الفلوس اللي معاه، وبتديله راسكا كل الفلوس اللي كانت محوشاها معاها عشان يشتروا بيها بيت سوا. وبتقولوا ان الاهم من جوازهم هو ان موني ترجع بيتها بسلام. وبيرجع بوان ومعاه موني لموظف المكتب وبيديله الفلوس وبيسلموا موني، لكن موني بتفضل تعيط وهي ماسكه فيه لانها مش عايزه تسيبه وبتكون خايفه منه. فبيقولها ان حياته ممكن تتدمر لو هي فضلت معاه وانه مضطر، وبيرمي ايدها من عليه وبيسيبها وبيمشي. وبتفضل تعيط بسبب انه بيبعد عنها، وبيفضل هو كمان بيعيط بسبب اللي عمله لحد ما بيشوف قدامه اكسسوار كان عجب موني قبل كده، فبيقرر انه يشتريها لها. وبيرجع لها من تاني لانه كان غلطان انه سابها، ولكنه بيرجع بيلاقي مكتب السفريات قفل. فبيفضل يدور على موني لحد ما بيشوفها قدامه مع موظف المكتب، وبيفضل ماشي وراه لحد ما بيلاقيه داخل بيت متعه بيها. وبيدخل البيت وبيفضل يدور على موني لانه مش فاهم ازاي طفله تدخل مكان زي ده وليه الموظف يدخل بيها اصلا. وبيقلب البيت لحد ما بيلاقي ان موظف المكتب بيبيع موني لصاحبه بيت متعه. واول ما موني بتشوفه قدامها بتجري عليه عشان تحضنه، وبتكون مبسوطه جدا انها شافته وبيديها الهديه اللي جايبها لها. وبيضرب كل الموجودين في المكان لحد ما بيوصل الموظف، وبيفضل واقف قدامه لحد ما بيرميه من شباك البيت عقابا ليه على اللي عمله. وبيشيل موني على ظهره وبيطلع بره البيت، وبص موني على الموظف وهو متعلق قدامها وبتضحك. وبيروح بوان يقابل راسكا وبيقول لها انه قرر يودي موني بنفسه بيتها مهما حصل، ومش هيسمح للي حصل انه يتكرر تاني. ورغم ان مش معاه جواز سفر الا انه هيدور على طريقه يعدي بيها الحدود. وبيركب اتوبيس بيوصله على حدود البلد، وبيفضل ماشي في الصحراء على امل انه يلاقي طريقه يعدي بيها الحدود لحد ما بيقابلوا ناس وبيقولوا له ان عندهم طريقه يعدي بيها الحدود هتكلفه 25,000، لكنه بيسيبهم وبيكمل طريقه. فبينزل واحد من العربيه وبيقول ان الحدود عباره عن حديد وسياج كهربائي بقوه 440 فولت،
ودول كافيين يحرقوا أي شخص يلمسهم، وإنه لو كمل مشي هيتقبض عليه من حرس الحدود وهيقتلوه. وبيقتنع بوان بكلام الراجل وبيحكي له قصة موني، وبيقول إنه هياخد منه 25,000 بس، وهيعتبرهم شخص واحد مش شخصين. وبيقربوا من الحدود وبيكون الليل جه، وبيكون في دورية جيش باكستاني بتعدي عن حدود كل 10 دقايق، والطريق هيكون نفق تحت الأرض هيعدوا منه من ضمن 4 أنفاق موجودة، وفعلا بيعدوا كلهم الحدود. وبيكون بوان وموني على الأرض الباكستانية، لكنه بيرفض إنه يتحرك على الأرض إلا بعد ما ياخد إذن من الدورية. فبيفتكر الرجل إنه مجنون وبيهرب وبيسيبه قبل ما الدورية تقبض عليه. وبيفضل بوان واقف مستني حد يعدي عشان ياخد منه الإذن، لأنه رافض يعمل أي حاجة غلط. وبتهرب الدورية منه وكلهم بيحاصروه، وبيسألهم الضابط عن هويتهم. فبيحكي له بوان كل القصة وإنهم جم من خلال النفق اللي تحتهم، وديانته بتمنعه إنه يعمل أي حاجة غلط، وكان محتاج ياخد منهم الإذن إنه يتحرك على أرض باكستان. لكن الضابط بيأمر العساكر إنهم يرجعوا بوان من نفس النفق تاني لأرض الهند ويردموا النفق، وبيرجعوا بوان لأرض الهند. وبتكمل الدورية ماشي لحد ما بيلاقوه في أرض باكستان من تاني، وبيقولهم إن في نفق تاني عدى منه ومحتاج الإذن منهم، وبيفتكروه جاسوس وبيفضلوا يضربوا فيه قدام موني، لكنه بيصعب على الضابط بسبب إن موني بتعيط. وبيقول لبوان إن الدورية بتعدي كل 10 دقايق، وإنه هيسيبه ويستحسن لما يرجع ما يلاقوش. وفعلا بيسيبه وبيرجع تاني لنفس المكان بعد 10 دقايق. بيلاقي إن بوان لسه واقف مكانه وبيسأله هو ليه ما اتحركش ودخل باكستان. فبيقول لبوان إنه ما خدش منه إذن، وحسب ديانته لازم ياخد الإذن عشان يقدر يتحرك من مكانه. فبيقول الضابط إنه بيسمح له بدخول البلد بشرط إنه بعد ما يرجع البنت اللي مع أهلها يرجع تاني للهند. وبيوعد بوان بكده، وبيكمل رحلته جوه باكستان في الصحراء لحد ما بيوصلوا لأقرب مدينة، وبيقعدوا ياكلوا سوا، وبيكون جنبهم في ضباط بتفطر وفي كلبشات جنبهم. فبتاخدها موني وبتشيلها في شنطتها، وبيكمل بوان رحلته، لكنه بيلاقي الضابط بيجري وراه وبيفتش شنطهم، وبيطلع الكلبشات من شنطة موني، وبيفتكر إن بوان حرامي وبيطلب منه جواز السفر بتاعه. فبيقول له بوان إن معهوش جواز سفر لأنه زحف وعدى الحدود بالليل ودخل البلد بعد ما خد إذن من الضابط، وبيقبض عليه الضابط لأنه فاكره جاسوس. وفي نفس الوقت بينتشر إن الشرطة قبضت على جاسوس هندي على الأراضي الباكستانية، وبيجري صحفي سمع الخبر اسمه شند على اسم الشرطة عشان يعمل سبق صحفي هناك، وبيصور بوان وهو داخل الاسم. وأثناء التحقيق بتشوف موني صورة شبه بيتها على نتيجة قدامها، وبتجري ناحيتها وبتفضل تشاور موني لبوان إن ده مكان بيتها، وبتكون مبسوطة جدا. وبيفتكر الضابط إن دي خطة عشان يهربوا من السجن، وبيقوم يتأكد إن موني عندها لسان عشان يثبت إن فكرة عدم كلامها دي تمثيلية، وبيمسك موني بعنف. فبيضربوا بوان وبيضرب كل الموجودين في الاسم، وبياخدها ويهرب لبره. وبيكون الصحفي شند بره وبيطاردوا عشان يصوروا لحد ما بيركب نفس الاتوبيس اللي بوان وموني راكبينه، وبيتصل بالظابط وبيقولوا ان الجاسوس قدامه. وبيلاقي شند ان بوان بيسأل الكمساري على مكان في صورة النتيجة، وبيحكي بوان القصة كلها للكمساري، وبيكون شند سمع قصته. وبيقول الكمساري انه بيتمنى لو في ناس طيبة زيه كتير في البلد، وبياخد الصورة منه، وهو اللي بيسأل الركاب لو حد عارف المكان اللي في الصورة. وبيكون الضابط والدعم اللي معاه في طريقهم لاعتراض طريق الاتوبيس وبيوقفوه، لكنهم ما بيلاقوش بوان ولا شند ولا موني فيه، وكل الركاب بينكروا انهم شافوا واحد مع طفلة في الاتوبيس. فبيسمح الضابط الاتوبيس انه يكمل طريقه، وبيكون شند قرر مساعدة بوان وخلاهم يستخبوا وسط الشنط على سقف الاتوبيس، وبيوصلهم الكمساري لأقرب مكان ممكن يباتوا فيه تاني يوم. وبيصحى بوان من النوم وبيلاقي نفسه نايم في مسجد، فبيتخض وبيطلع جري منه، وبيفضل واقف بره لحد ما شيخ المسجد بيسأله عن سبب وقوفه بره. فبيقول له بوان انه مش مسلم وما ينفعش يدخل المسجد، لكن الشيخ بيوضح له ان المسجد مش بيتقفل علشان اي حد من اي ديانة لو محتاج مساعدة يدخله، وان الاسلام دين ما بيفرقش بين الديانات التانية، وبيخليه يدخل معاه وبيحكي له كل اللي حصل، وبيسأله عن المكان اللي في الصورة. وبيقول الشيخ ان الصورة من سويسرا لان المكان مكتوب بالانجليزي فوق الصورة. وبيفقد بوان الامل انه يوصل للمكان مرة تاني، لكن الشيخ بيقوله ان في جبال شبه اللي في الصورة في مدينة كشمير، وبيخليهم يلبسوا نقاب عشان يداروا شكلهم لان البوليس بيدور عليهم في المنطقة. وبيقدر الشيخ يعدي من الكمين لان اللي معاه مش باين شكلهم، وبيوصلوا الطريق لازم يكملوا بوان مشي عشان يبعد عن الطرق والشرطة. وفي نفس الوقت بيكون دياناند عرف ان بوان راح يوصل موني بنفسه، وبيتعصب على بنته انها سمحت لبوان انه يعمل حاجة زي كده، لكن بنته بتتخانق معاه لان السبب هو وتعصبه السياسي والديني، وان اخباره اختفت من ساعة ما وصل باكستان. وبتقول انه لو اتأخر اكتر من كده هتعمل المستحيل عشان تروح له حتى لو بدون تأشيرة الدخول. وبيكون بوان مكمل رحلته لمنطقة كشمير، وبيحاولوا انهم يلاقوا مواصلات توديهم اسرع، وبيركبوا مع واحد في الطريق، وبيكتشفوا انهم ركبوا بالغلط مع مفتش المنطقة نفسه، واللي بيكون راح الاسم
بسبب ان في جاسوس هندي طليق وكل القوات بتدور عليه. وبعد ما بيوصلوا القسم بيصر المفتش انه يبعت معاهم عسكري يوصلهم للبيت اللي رايحينه، وبيفضلوا ماشيين بالعربيه لحد ما بيقفوا قدام اي بيت، وبيقول شند للعسكري ان ده بيته، وبيلاقوا صاحب البيت راجل عجوز فبيمثل شند ان ابنه، وبيدخلوا البيت بالعافيه لحد بس ما العسكري يمشي من قدام البيت. وبيكون مفتش المنطقه عارف ان الجاسوس معاه بنت ما بتتكلمش، وبيخمن انهم هم اللي كانوا راكبين معاه، وبيبلغوا العسكري انه يرجع بسرعه لنفس البيت عشان يقبض عليهم، لكنهم بيبقوا اختفوا من البيت. وبيكملوا هم في رحلتهم ناحيه اهل موني، وبيفضل معاهم شند بيصور كل اللي بيحصل وكل لحظاتهم سوا لحد ما بيوصلوا للمنطقه اللي رايحينها، وبيدوروا على اهل موني في كل مكان لحد ما بيفقد بوان الامل انه يلاقيهم، وبيفكر يسلم نفسه للشرطه، وساعتها الشرطه هي اللي هتدور على اهل موني اسرع، لكن شند بيقول انه لو عمل كده هيموت في السجن وهتترمي موني في دار ايتام وبس. وبتيجي لشند فكره انه يكلم القناه اللي شغال معاها ويذيع الفيديو اللي صوروا عنهم، وساعتها موني هتقدر تتواصل معاهم. وبيتصل بمدير القناه وبيعرض عليه فكره الفيديو، لكن المدير بيرفض الفكره وبيقول انهم قناه للاخبار مش مقام الوالي عشان يحققوا المستحيل، وبيقفل معاه المكالمه. وبيستفسر بان عن مقام الوالي اللي بيحقق الامنيات، فبيشرح له شند انه مكان مبارك دعوات الناس بتستجاب هناك، فبيقرر بان انه يروح المقام ويدعي هو كمان. وبيتصل مساعد شند بيه على التليفون، وبيكون الضابط قابض عليه عشان يعرفوا مكان شند، وبيقولوا شند انهم في طريقهم لمقام الوالي ومعاه بوان والطفله، وبيتحركوا كلهم على المقام. وبيروح بوان ومع موني عشان يدعوا يلاقوا اهلها، وبيقف شند يصور نفسه ويحكي قصه بوان كامله ورا موقف الاتوبيسات. وبتكون شهيده اللي هي موني في نفس المكان، لكنها ما بتشوفش شهيده لانها بتكون نايمه، وبوان مغطي وشها بالشال عشان الشمس. وبعد ما بيخلص شند التقرير بتاعه بيقرر انه يرفعه على اليوتيوب بعد ما رفضت قناته انها تذيعه، وبياخد باله ان الشرطه جت المقام ومعاهم المساعد بتاعه، فبيجري ناحيه بوان وبيلحق يحذره وبيسحبه من الشرطه. وبيتصل المساعد بشند وبيتقال له انهم اتحركوا على مقام تاني عشان يخلي الشرطه تبعد عن المكان، وبينجح. وبعدها بيروحوا مكان ياكلوا فيه، وبيوريهم شند الفيديو اللي هو عمله، وبتاخده موني تتفرج عليه، وبيلاقوا ان موني عماله تشاور على حد في اول الفيديو، وبيقدر بوان انه يخمن انها مامتها، وبيسال موني وبترفع له ايدها وهي بتعيط بسبب انها اخيرا شافت مامتها تاني. وبيرجع شند الفيديو من الاول، وبياخدوا بالهم ان والده موني نازله من اتوبيس معين، وحسب الفيديو بيقدروا يحددوا الميعاد اللي جه في الاتوبيس، وبيروحوا يسالوا عنه، وبيسالوا سواق الاتوبيس عن الاماكن اللي بيجي منها لحد ما اخيرا بيقدروا يحددوا المنطقه اللي موني جايه منها، وبيكونوا مبسوطين انهم عرفوا المنطقه وهيرجعوا موني لاهلها من تاني. لكن بسبب الفيديو اللي شند صوره بيشوفوا الضابط وبيتاكدوا ان بوان كان في المقام، وبينشروا كمان على كل الاماكن حوالين المقام، وبيعدي الاتوبيس اللي هم فيه على كمين فعلا. وبيقرر بوان انه يضحي بنفسه وبينزل يجري من الاتوبيس عشان يجذب انتباه الشرطه ناحيته ويجري وراه، وساعتها يقدر شند وموني يكملوا طريقهم لحد ما بيتقبض عليه وبيفضلوا يضربوا فيه ويعذبوه. وفي نفس الوقت بيكون شند خد موني وجريوا ناحيه المنطقه اللي هي منها، وبتشوف بيتها قدامها وبتجري ناحيته، وبيكون شند مصور كل اللي بيحصل. وبتكون شهيده في البيت ومش مصدقه انها شايفه بنتها بتجري ناحيتها، وبتفضل شهيده بتعيط لحد ما والدتها بتاخدها في حضنها، وبتكون مبسوطه ان بنتها اخيرا رجعت لها. وبيكون شند ماسك الكاميرا وبيصور كل اللحظات بين شهيده وامها لحد ما بيسمع صوت طلق ناري، واللي بيكون بيتضرب على بوان اثناء محاوله هروبه من الشرطه. وبينتشر الفيديو بتاع بوان وموني، وناس كتير جدا بتشوفه في الهند وباكستان، ومن ضمنهم كل اللي يعرفوا بوان، وبيبقى خبر في كل الجرايد، وبيتحول الموضوع لرأي عام. لكن الشرطه بتعترض انها تعترف بغلطها، وبيصروا على تعذيب بوان بعد اصابته في كتفه لحد ما يعترف انه جاسوس بالعافيه. وبيجي تليفون لشند من ضابط الشرطه المسؤول عن تعذيب بوان يحكي له اللي بيحصل، وبيعمل شند فيديو تاني بيطالب فيه باطلاق سراح بوان لانه بريء. وبتبقى كل القنوات نشر اخبار وفيديوهات شند، وبينادي شند باعتصام على الحدود بين البلدين لاجبار الحكومه على اطلاق سراح بوان. وفعلا في فجر تاني يوم بيجتمعوا كل الناس من البلدين عند الحدود مع وجود كل وسائل الاعلام علشان ينقلوا الحدث اللي بيحصل. وبيظهر بوان مع الضابط على الارض الباكستانيه، وبيكون مهربه من ورا السلطات، وبيجري شند عليه وبيقولوا انه اوفى بوعده ليه، وان موني مع اهلها، وان اسمها شهيده، وبيعيط من الفرحه انه نجح في مهمته. وبيحضن شند لانه ساعده، وبيتحرك ناحيه الحدود الهنديه، وبتبدا كل الناس تهتف باسمه. وبيروح الضابط ناحيه الحدود وبيأمر الحارس بفتح الحدود عشان بوان يعدي، لكن الحارس بيقول انه عنده امر بالقبض عليه. وبالرغم من الاوامر اللي عنده بعدم فتح البوابه، الا ان عدد الحراس قليل قصاد الالاف اللي موجودين قدامه، وانه مش هيقدر يفتحها، لكنه يقدر يتراجع هو وباقي الحراس. وبيهجم الشعب الباكستاني على البوابه وبيكسروه عشان يفتحوا الطريق قصاد بوان عشان يعدي بسلام. وبتيجي شهيده عشان تقابل بوان، وبتجري عليه عشان تلحق تقابله قبل ما يعدي الحدود، وساعتها ممكن ما تشوفوش تاني. وبيكون ساعتها بوان عدى الحدود الباكستانيه ورايح ناحيه الحدود الهنديه، وبتكون
راسكة هي كمان مستنياه، وبتطلع شهيدة من وسط الناس وبتفضل تشاور لبوان على أمل إنه يبص عليها ويشوفها، ولأنها مش قادرة تتكلم ما بتعرفش تنادي عليه، ولكن فجأة بتقدر إنها تنادي على بوان وصوتها بيظهر، وبتبقى أول مرة تتكلم فيها، وبيبص لها بوان وبيشوفها قدامه بعد ما نطقت أخيرا، وبتكون مبسوطة جدا إنه شافها ورجع لها، وبيجري بوان ناحيتها وبيقدر إنه يوصل لها في الخط الفاصل ما بين حدود البلدين وبيحضن